صباح الخير. النهارده هنتكلم على التكاليف الخفيه لتربيه واقتناء الكلاب، الهيدن كوست. في تكلفه هي خفيه عليك، انت الحاجه اللي بتفكر فيها هو الكلب ده انا هجيبه بسعر كام، قليل او كتير. ولو لقيت الكلب غالي تقعد تتكلم مع صاحب الكلب عشان تاخده باقل سعر ممكن، لانك ممكن تكون ظروفك الماديه مش احسن شيء. طيب خلي بالك ان في تكاليف بتبقى مستخبيه، وهي تكاليف الرعاية الخاصة بالكلاب. ايه التكاليف دي؟ التكاليف دي بمنتهى البساطة هي تنقسم لكذا جزء. الجزء الاولاني وهي التكاليف التغذية، الاكل. انت هتاكل الكلب ده ايه؟ هل هتاكل الكلب ده دراي فود؟ هل هتاكل الكلب ده فريش فود؟ هل هتاكل الكلب ده رو فود اللي هو الاكل الني؟ الثلاث انواع دول هم غاليين جدا، وده حصل خلال السنتين الاخرى ان حصل ارتفاع شديد جدا في تكاليف التغذيه الخاصه بالكلاب. فلو انت بتتكلم على الدراي فود حصل دبليكيشن او ثلاث كمان اضعاف بالنسبه لسعر شكاره الدراي فود. حتى لو قررت ان انت تشتري انواع بيتم صناعتها محليا، برضو تكلفه الشكاره نفسها اللي هي ممكن تكفيك شهر بتبقى مرتفعه جدا. يعني في انواع من دراي فود بتبتدي من 700 جنيه، شكاره تقريبا حوالي من 15 ل 17 كيلو. ودي ممكن لو انت معاك كلب يعني متوسط الحجم او كبير الحجم زي الجولدن ريتريفر او الجيرمان شيبرد، ممكن هتحتاج شكاره كل شهر ونص تقريبا. فانت بتتكلم ان انت تكلفه التغذيه فقط حوالي من 700 ل 1000 جنيه. ده لو انت هتختار نوع يعني متواضع جدا جدا ضعيف جدا من الدراي فود. في انواع تانية بيوصل سعر الشكارة فيها ل 4 و 5000 جنيه. فعلى حسب انت قدرتك المالية هتشوف والله انا اقدر ان انا استقطع 700 جنيه ولا هقدر استقطع 1000 ولا 2000 ولا 3. على هذا الاساس انت براحتك تاكل الكلب زي ما انت عايز. لو احنا هناكل فريش فود، برضو انت عارف النهارده ده رغيف العيش النهارده بقى سعره كام. فبرضو في تكلفه تقريبيه حوالي من 20 ل 30 جنيه يوميا ان انت تاكل الكلب فريش فود. فانت بتتكلم في كوست تقريبا حوالي 1000 جنيه تقريبا شهريا. ده كده احنا بنتكلم على تكلفة التغذية فقط. هل الكلب بياكل وبيشرب فقط؟ لا، ده فيه بقى رعاية صحية وزيارة طبيب بيطري بصفة مستمرة. النهاردة تكاليف زيارة الطبيب البيطري الفيزيتا، يعني عشان تخش بس للطبيب البيطري، النهاردة بقت تقريبا حوالي من 200 ل 250 جنيه عشان بس الدكتور يدخلك وتشوف الكلب ويعمل تشيك اب عليه. طيب هتدي النهارده اي جرعه تطعيم؟ جرعه التطعيم النهارده تقريبا حوالي بتكلفك حوالي 450 جنيه الجرعه الواحده. لو الكلب لسه عندك صغير 45 يوم محتاج تدي 3 جرعات عشان الكلب ده يكون محمي. فانت بتتكلم في 450 في 3 جرعات بحوالي 1350 جنيه. وبتتكلم في زياره المره للدكتور حوالي 200 جنيه. فانت بتتكلم كده ايه يعني، بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي محتاجين 2000 جنيه بس عشان ندي شويه تطعيمات. محتاج كمان ان انت تدي جرعات مكافحه الديدان، ودي بتتاخد طول فتره حياه الكلب. الكلب بياخد قرص الديدان مره كل شهر او شهر ونص او شهرين على حسب انت عايز ايه. القرص ده برضو تقريبا بيتكلفك حوالي 110 جنيه القرص. فانت عندك في 110 جنيه هيدفعوا بشكل شهري او كل شهرين. عندك بقى الطامه الكبرى وهي مكافحه الحشرات. مكافحه الحشرات وخصوصا في فصل الصيف بيبقى موضوع تشالنجينج وصعب جدا. في اقل حاجه هي الباودر، زي الباودر في اسمها السيفين او في ناس بتقول عليها السيفن. يعني هتلاقي الكيس اللي هو ال 50 جرام تقريبا حوالي 150 جنيه. هتحتاج تقريبا كيس كل شهر. ولو هتدي بقى احسن او افضل ما توصل ليه العلم اللي هي اقراص مكافحه الحشرات اللي اسمها البرافيكتو، دي بتتاخد قرص كل 3 شهور، وده بيحمي الكلب. وده الحل السحري، احسن من الباودر واحسن من كل الاختراعات اللي طلعت. ولكن القرص ثمنه تقريبا حوالي 2200 جنيه عشان تكافح بس الحشره، عشان الحشره ما تجيش للكلب. فانت محتاج 2200 جنيه كل 3 شهور، يعني حوالي 10000 جنيه سنويا عشان بس الكلب ما يجيلوش حشرات. ده غير الامرجنسي، ان الكلب حصل له بقى حاله طوارئ، ان الكلب اصيب بفيروس ما، بارفو، ديستمبر لا قدر الله، حصل له هيت ستروك، ضربه شمس يعني زي ما بيقولوا. فتكاليف اقتناء الكلب يا جماعه كبيره. مش بقولك ما تربيش كلب، انت على قد امكانياتك هتقدر تتعايش وتعايش الكلب ده، ولكن فكر كويس جدا لان الكلب مش في ثمنه بس، لا في تكاليف
اقتنائه اللي هي بنسميها الهيدن كوست. لو محتاجين توضيح اكتر، محتاجين اسئله، اكتبوا لي في الكومنتات، انا برد في اسرع وقت ممكن. كان معاكم احمد باهر من شركتكم دوجز ايجيبت، شكرا ليكم، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.